سوني نزلت بلاي ستيشن 5 برو، وبرو هنا جاي من بروفيشنال. يعني البلاي ستيشن ده مش لاي حد، البلاي ستيشن ده للجيمر البروفيشنال بس. يعني الجيمر اللي عايز ياخد الايدج، الحته الزياده اللي بتفرقه عن اي جيمر عادي، وعشان كده منزلينه ب $700. فيلا بينا مع بعض نشوف ايه الفرق بين البلاي ستيشن 5 برو والبلاي ستيشن 5 اللي مش برو. واول لعبه معانا هنشوف فيها الفرق هي God of War Ragnarok. يلا بينا نبص. لا عظم، لا 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 لا، شغل مصروف عليه ومتعوب فيه. يا باشا كده فعلا انت تستحق $700 بتوعي. لا لا، ايه ده؟ ايه الجرافيك ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شايفين التفاصيل؟ شايفين الالوان؟ شايف يا ابني الريزولوشن والفيديليتي بتاعت الصوره؟ لا لا لا، بصراحه شغل توب التوب. تعالوا كده نبص بصه بقى على البلاي ستيشن 5 العادي الضعيف ده اللي مش برو. ورينا يا عم كده البلاي ستيشن العادي ده بيعمل ايه. ايه ده يا عم؟ قلنا هات البلاي ستيشن العادي، ما احنا لسه شايفين البرو، انت بتوريهولي تاني ليه؟ انا عايز البلاي ستيشن 5 العادي مش البرو. ايه ده؟ ده العادي بجد؟ ده هو. طب هنعمل ايه؟ ده نفس الحاجه بالظبط، مفيش اي اختلاف يعني. طب اقفل. طيب يا جماعه، الظاهر كده ان ممكن العيب في جاد اوف وور. اللعبه برضو يعني لسه نازله جديد، ممكن لسه سوني ما لحقتش ان هي تضيف لها الفيتشرز بقى والمميزات اللي تخليها فعلا تنطق وتبقى توريك قد ايه البلاي ستيشن 5 برو بيديك تجربه مختلفه تماما عن الشيء العادي. فيلا نجرب لعبه تانية. انا شايف ان من الالعاب اللي فعلا ممكن تورينا الفرق بين البلاي ستيشن 5 برو والعادي الوحش الكخه ده هي راتشد اند كلانك. اللعبه جرافيك حلو، شكلها جميل يعني. يلا بينا نشوف ايه الحلاوه دي والالوان دي ايه يا عم ده؟ لا 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 لا، حلوه. شايفين الالوان ناطقه ازاي ايوه بقى، هو ده الشغل يا سوني. وريهم فرق $700 وفرق البرو من العادي ويبقى عامل ازاي. شايفين يا جماعه اللعبه شكلها حلو قوي ازاي؟ مستحيل حد بعد ما يلعب بالشكل ده والجرافيكس دي والحلاوه دي يرجع للعادي طبعا. تعالوا مع بعض كده نشوف العادي الياي ده عامل ازاي. يا عم ده هو انا ضحك عليا في $700 ولا ايه دلوقتي؟ فزي ما شفنا كده مفيش فرق يذكر ما بين البلاي ستيشن 5 برو والبلاي ستيشن 5 العادي. كل الفروقات على الورق بس. يعني البلاي ستيشن 5 الجديد كل اللي فيه ايه؟ ان الكارت احدث، هيديك قوه او اداء اعلى ب 30%، اسرع شويه. يعني بدل ما اللعبه تفتح معاك في 20 ثانيه، لا يا عم هنخليها تفتح في 10 ثواني او في 15 ثانيه. كلها حاجات انت مش هتحس بيها ولا هتفرق معاك، وخصوصا ان هم عايزينك تدفع $700. يعني في مصر حوالي 35,000 جنيه، ده قبل الجمارك. بعد الجمارك احنا بنتكلم في 40,000 جنيه، ده غير مكسب التاجر وكل اصل احنا عارفينها دي. انا مش فاهم ليه سوني بتعمل كده في الفانز بتوعها، خصوصا في الجيل ده. يعني تنزل لك جهاز جديد ما تنزلش معاه العاب بتذكر او العاب حلوه، لا كل اللي بتعمله تعمل ريماستر بس، ريماستر اللعبه وخلاص. انت بتشتري الجهاز الجديد مبلغ وقدره ومعاك السي دي بتاع الجهاز اللعبه القديمه، فيقول لك لا عايز تلعبها بجرافيكس الجهاز الجديد لازم تدفع الابجريد $10. ايه يا عم ده؟ وتبص على الابجريد تلاقي حاجه عاديه فشخ، يعني مفيش اللي هو اي اضافه تذكر ليها، وشغل بقى حلب في الفانز وهات فلوس. عارف انت يقول لك والنبي لا تجيب جنيه، النبي هتجيب جنيه، ربنا يخليك، والنبي هتجيب جنيه، والنبي يا عمي وحياة امك هتجيب جنيه، والنبي لا تجيب جنيه. اهو دول سوني بالظبط. يعني مثلا لما هتنزل لي بلاي ستيشن 5 برو، نزل لي معاه لعبه حلوه، نزل لي معاه حصريات، نزل لي لعبه توريني فعلا ايه الفرق وليه ادفع $700 في الجهاز، اقنعني ان انا اشتريه. انما لا، سوني ما بتعملش كده. سوني كل اللي بتعمله هتجيب لك اي لعبه
متباعه وناس بتحبها على بلاي ستيشن 5 مثلا، فلنفترض سبايدر مان 2، جاد اوف 4، جوست اوف سوشيما، اي لعبه من الالعاب دي، وهتقول لك بس يا باشا احنا هنعمل لها ريماستر على البلاي ستيشن 5 برو، يلا تعالى اشتري عشان تلعب اللعبه بجرافيك اعلى شويه، لا ب اف بي اس اكتر شويه. ما اعتقدش انا شفت في حياتي شركه في جشع سوني، بصراحه الموضوع غريب جدا. فلو انت كنت بتفكر انك تشتري البي اس 5 برو، ما انصحكش نهائي انك تشتريه، مش هتاخد اي تجربه مختلفه بالنسبه لكميه الفلوس انك هتدفعها نهائي. فوفر فلوسك واستنى الجيل الجديد اللي هينزل بعد البي اس 5 برو، واكيد مش هيكمل كام سنه وهتلاقيه نازل. بس كده، واوعى تسيب سوني او اي شركه تانية تضحك عليك. وفي النهايه لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما عجبكش تبقى تحت في الكومنتات ما عجبكش ليه، وقول لي ايه رايك في البي اس 5 برو، هل فعلا من وجهه نظرك يستحق انك تشتريه ولا لا. سلام.